حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد كما راكم تشوفوا. راح ندير معكم وصفه يعني رهيبه بالفعل. يعني هذه جربتها باش درتها لكم، يعني صارحتكم من الاول قلت لكم ما نقدرش ندير لكم وصفات من دون ما نجربهم ونكون متاكده 100% من النتيجه تاعهم. الوغ هذه الوصفه هي عباره عن وصفه كوريه، تصلح للوجه والاماكن الداكنه، يعني كيما الرقبه، كيما الكوعين، الركبتين. تقدروا تستعملوها الكامل، يعني مناطق اللي يكون فيها اسودات ولا تحبوا تصفيوها. دونك لا باز تاع هاد الوصفه تاع اليوم نسحقوا فيها الارز، يعني الرز عادي. شوفوا بصح هنا الوصفه هذه لازم يكون عندنا الرز مطحون، يعني اما تطحنوه بماكينه تاع القهوه ولا في الخلاط الكهربائي عادي. دونك فوالا هاي لك انا هنايا. ولا ما قدرتوش ترحيوه في الدار، يعني ماشي متوفر عندكم الاداه باش ترحيوه، اشريوه ديريكتومون جاهز يعني او يتباع. دونك هنا انا كنت طحنت كميه من الرز ونسحق هنا في هذه الوصفه ملعقه تاع اكل. فوالا هاولي كيفاش يجي، يعني على شكل فارينه. شوفوا هذه فارينه الارز، نسحق معاها ملعقه اكل تاع ياغورت طبيعي يعني ناتور. فوالا دونك نخلط ملعقه تاع زبادي مع ملعقه تاع ارز كيما راكم تشوفوا البنات. بهذه الطريقه نخلطوا جيدا حتى نتحصلوا على يعني خليط متجانس يجي شغل اون كريم. الوصفه هذه بزاف مليحه البنات، باسكو كامل البنات يحوسوا يبيطوا وجههم، يحوسوا على النضاره، يحوسوا على وجه يعني يكون مشرق، ولا بو تاعهم تكون صافيه يعني من دون كريمات الى غير ذلك. دونك الارز معروف انه يبيض لابو يعني ويشد البشره، يغلق المسامات، يفيتينا هذوك لو فييسمون يعني الشيخوخه المبكره. والزبادي كذلك مليح، يعطي نضاره للبشره، يبيضها. زياده على هذا معروف يعني الفرomاج ريجيم هذا بلي يمد اون فريشور لابو، ينحي لي غيد لي غيدول بزاف حاجات. دونك كيما راكم تشوفوا البنات، شوفوا الخليط كيفاش جا يعني متماسك. يعني نقرب لكم باش تشوفوا. فوالا شوفوا. دونك هذا البنات قبل ما تستعملوه على وجهكم ولا اي منطقه تحبوا تبيطوها لازم تكونوا شمختوها بماء دافئ. يعني المنطقه هذيك مثلا راح ديروها في وجهكم، من الاحسن انكم تشمخوها بماء دافئ ومن بعد تطبقوا هذا على كامل الوجه وتريحوا به يعني لمده تتراوح بين 10 الى 15 دقيقه، يعني حتى ربع ساعه. مر هذا تغسلوا وجهكم بالماء دافئ ومن بعد تغسلوه بماء بارد، يعني باش هكذا تعاود تشد لابو ويتغلقوا المسامات. ومن بعد تقدروا ترشوا ماء الورد اذا ماشي متوفر عندكم ماء الورد، يعني ماشي حاجه مهمه ولكن لازم ترطبوا مور ما ديروا هذا الماسك، يعني ضروري. انا انصحكم البنات تستعملوه في الليل من الاحسن وراح تلاحظوا نتيجه باذن الله، ولكن لازم المداومه عليه، على الاقل تستعملوه كل يومين. يعني كل اليوم ديروه غدوه لا اللي بعده ديروه وهي رايحه. دونك مده تقريبا اسبوع وراح تلاحظوا الفرق. بيان سور الخلطات والوصفات هادو ما راحش يبان نتيجه من اول استعمال، هذا مستحيل، يعني يكونوا متيقنين ما هذا الشيء. لازم كل حاجه تداوموا عليها ولازم تصبروا بيان سور، باسكو اذا كان كرهتوا من اول تجربه يعني يكونوا متيقنين بلي ما راحش يعطيكم ريزولتا. دونك فوالا البنات، هذه كانت الوصفه تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعطيكم نتيجه كيما انا فادتني، يعني الحمد لله. وقلت لكم ماشي غير في الوجه، حتى الركبتين اللي عندهم اسوداد في الكود يعني في الكوعين الى غير ذلك. مام الوجه كي ديروا الماسك دائما قلت لكم وعاودت لكم ما تنساوش الرقبه، باسكو الرقبه تمشي مع الوجه. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ويكون فدتكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخلوا لي دي جيم. تهلاو لي في روحكم بزاف بزاف، نتلاقاو فيديو الجاي. سلام.